تخافي تحمّي طفلِك في الشتا، بتخافي إن هو يكون رضيع وصغير، إن هو يبرد منِّك أو إن هو يتعب بعد الحموم، بتخافي إن يكون عدد المرات الحموم كتير فبتبدئي تقللي منها. تعالي مع بعض هنعرف إيه هي طرق الحموم الصحيحة لطفلِك الرضيع وكمان الكبير عشان ما يتعبش منِّك. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا اسرتكم واولادكم في اتم صحة وكمان في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض على موضوع مهم جدا، وكمان بالذات في الشتاء بيهم كتير الامهات اللي لسه بتكون اطفالها صغيرين او رضع او كبار شوية، بس بتخاف تحميهم كتير في الشتاء عشان ما يتعبوش منها وكمان ما يبردوش ويجيلهم نزلات برد، فبتبدأ ان هي تتجنب عدد مرات الاستحمام عشان تتجنب ان هم يتعبوا منها. النهارده ان شاء الله هقولك على الطرق اللي تخليكي تحمي طفلك من غير ما يتعب منك وكمان ان شاء الله من غير ما يبرد. بس يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، وتحطي لي لايك منك يا احلى مامي، ويلا نبدا. 6 نقط معايا ان شاء الله هنقولهم مع بعض هيخلوكي تدي الشاور لطفلك من غير ما تقلقي ومن غير ما يبرد منك ولا يتعب. اول حاجة ان انتي وقت الحموم مش هيزيد عن 5 دقايق، يعني ان انتي بدأتي خلاص تقلعي البيبي او الطفل وبدأت انك تديله الشاور بتاعه وتلبسيه، كل ده في 5 دقايق. لو طفلك كبير شوية وبيحب يقعد في البانيو ويلعب فيه وتمليله مية، لا ده في الشتاء ما ينفعش، ممكن يبرد منك ويتعب. لكن حتى لو طفلك رضيع برضو نفس الكلام، احنا عايزين وقت الشاور يكون 5 دقايق مجرد ما بيستحمى ويخرج على طول من الشاور. طيب تاني حاجة تبدأي ان انتي تجهزي حاجات قبل الاستحمام، دي هي اللي بتخلي معاكي مدة الاستحمام بسيطة. اول حاجة ان انتي بتدخلي الحمام تقفلي الشباك عشان ما يحصلش مجرى هواء في الحمام ويكون فيه هواء او برد. وبتبدأي انك تجهزي المية بتاعة الشاور، يعني لو هتملي حوض الاستحمام البانيو صغير بتاع البيبي لو هو رضيع، لو هو كبير وبتملي له البانيو برضو تبداي تمليه نصه ميه دافيه. مش عايزين ميه سخنه في الحمام، مش عايزين بخار في الحمام، انا عايزه جو الحمام يكون دافي مش سخن، عشان لما الطفل يخرج ما يحسش بتغيير كبير في الهواء فيتعب منك. طيب تالت حاجة ان انتي تبدأي تجهزي كل حاجة للبيبي او لطفلك قبل الاستحمام، يعني هدومه، الفوطة او البشكير اللي هينشف بيها او تلفيه بيه، البامبرز او الكريم الحفاض لو هو رضيع، كل اللي انتي بتستخدميه تحضريه قبل الاستحمام. رابع نقطة ان انتي بعد ما خلاص حضرتي كل حاجة وخدتي الطفل للحمام وبدأتي ان انتي خلاص حمتيه، تبدأي بعديها تنشفيه في الحمام، ما تاخدهوش وهو مبلول للأوضة وتنشفيه في الأوضة. حتى لو هو رضيع وانتي بتخافي، حاولي انك تنشفيه في الحمام عشان يكون جاف جدا وعشان ما يبردش معاكي. خلاص نشفتي الطفل بالكامل، لو هتعرفي ان هو تلبسيه لو هو كبير تلبسيه لبسه كله في الحمام، لكن لو هو رضيع ومش هتعرفي تلبسيه في الحمام، حاولي لو يعني تلبسيه قطعتين من فوق او قطعة وتلفيه بالبشكير، تلفيه كله كده ببشكير معاكي او البورنوس بتاعه، وتاخديه على الأوضة اللي جنب الحمام على طول تلبسيه فيها. تمام، دي كده رابع نقطة. خامس نقطة بقى ان هو يخرج من مكان الحمام لمكان دافي، يعني ما يروحش يخرج من الحمام توديه في مكان في أوضة هتلبسيه فيه، بس الأوضة دي يكون فيها مثلا شباك أو البلكونة ويكون مفتوح، لا ما هو كده هيبرد منك ويتعب. لا احنا عايزين مكان يكون جنب الحمام ويكون الشباك بتاعه أو البلكونة مقفولين، وتلبسيه في المكان الدافي ده. سادس نقطة هي انك ياريت تختاري وقت الاستحمام يكون قبل ميعاد النوم على طول، يعني عارفة ان طفلك مثلا بينام الساعة 10، قبل ميعاد نومه نص ساعة خديه على طول اديله الشاور بتاعه، بعديها يطلع معاكي. لو هو رضيع اديله الرضعة بتاعته وينام، لو هو كبير شوية اديله كوباية لبن دافية متحلية بمعلقة عسل نحل حلوة جدا ليه، هتساعده كمان، اللبن بيساعد جدا في النوم وان هو يبدأ يدخل في النوم نوم عميق، لان كمان الاستحمام بيساعد الجسم على الاسترخاء وهتخليه ينام بسهولة. تمام، دي النقط لو مشيتي عليها ان شاء الله طفلك مش هيبرد منك ومش هيتعب منك، وما تخافيش خالص من الاستحمام في الشتاء مع النقط دي. طيب انا عايزة اقولك حاجة، الحموم كويس جدا للطفل اذا كان هو رضيع او كبير. اولا بيساعده على الاسترخاء، ثانيا كمان بيساعده ان ما يجلوش حمو النيل في الصيف، يعني في اطفال كتير بيجيلها حمو النيل في الصيف بسبب الحر والعرق، فلا لو حميتي طفلك كتير بيبعد عنه حمو النيل والحبوب الجلدية والعرق. تالت نقطة كمان ان هو بيبعد عن الطفل التهابات الحفاض المتكررة،
برضه بيساعدوا فيها. فالحاجات دي حلوة جدًا إنِّك لو واظبتِ على الحموم من مرتين ل3 مرات في الأسبوع، حلو جدًا للطفل. لو هو طفل كبير وبينزل المدرسة أو الدروس كل يوم، يبقى العدد المرات اللي هو الطبيعي ليه إن هو يستحمى يوم ويوم. لكن لو هو رضيع وخايفة عليه من مرتين ل3 حلو جدًا في الأسبوع، بس يوميًا طبعًا وإحنا بنغيّر الحفاض، مثلًا تمسحي له رقبته، اغسلي له إيده، وشه برضه عشان يكون هو نضيف وجسمه مسترخي وما يعيطش معاكِ كتير. يا رب أكون قدرت أفيدكم في الفيديو وقدّمت لكم معلومات تحتاجوها إن شاء الله الأيام دي. لو محتاجين أي حاجة اكتبوا لي في الcomment وأنا هارُد عليكم على طول. شكرًا ليكم وشكرًا للمتابعة. باي باي.